دكتور جمال، ليه ما فيش حد من الفلول بتحصل له حادثه عربيه، ولا بتتسرق سيارته، ولا بيتخبط في حادثه عربيه، ولا بيحصل له ضرب في مكان، ولا بنسمع على حد من بتوع اسفين يا بابا، ولا الناس دي كلها ما حدش فيهم جرى له اي حاجه؟ اشمعنى لزوم، اشمعنى الشيخ عماد عفت يبقى واقف في وسط المظاهره ياخد الرصاصه في جنبه، ناشط اساسي قوه في وسط الطلبه؟ اشمعنى علاء عبد الهادي الطالب اللي في 5 طب الناشط السياسي الكويس اللي يعني صدفه؟ استهداف، في استهداف طبعا، ما فيش شك ان في استهداف. ايه بقى المرحله احنا داخلين؟ اتفضل. الجزء الثاني من الجمله انه من الذي استهدف، هو ده اللي ما نقدرش نرجم فيه بالغيب الا بناء على تحقيقات ودراسات موسعه واجهزه امن. في بعض الدول حتى في امريكا لما في فتره من الفترات حصل تراخي في الاداء الامني، نشأت شركات خاصه للتحريات، نشأت شركات خاصه لتعقب الجرائم، واحنا شفنا ده حتى في افلام، انه يتعقب الحاجه لهدف كبير، سواء هذا الهدف وطني او هدف اجرامي. لكن انه في ظل الوضع اللي احنا موجودين فيه وغياب الملاحقه العلميه للجريمه، صعب جدا ان احنا نتهم حد. لكن الواحد لازم يرجع للتاريخ. ازاي صعب نتهم؟ انا هقول لحضرتك، هديكي يا دكتور ازاي صعب؟ علميه مين؟ حاضر هي دي جريمه؟ حاضر اديكي قصه اتعملت في فيلم. جريمه ايه؟ طيب في ثوره وفي ناس ماتت وفي فساد وفي واحد في ترى والشله بتاعته، وفي واحد في الاستاذ حضرتك بتقول عليه ايه؟ المقاله بوتفشيخه. ده السيد بوتفشيخه. يعني الجزائر فيها السيد عبد العزيز بوتفليقه، احنا عندنا السيد بوتفشيخه. في عايزين نشرح بعد ما يخلص لازم تقول لنا المصطلح الجديد ده. انا ما قلتش حاجه ولا ده اسم بضدها تتميز الاشياء. أيوة. شوفي الاداء الامني كيف يمكن ان يحقق الامن القومي في اعلى درجاته بفرد واحد بس. القصة انه في نهاية الحرب العالمية الثانية في وزير مقيم في مصر، وزير بريطاني مقيم في مصر عشان متابعة الحرب العالمية الثانية. العصابات الصهيونية حبت تقتله عشان ينسب الى المصريين وتنسف مقولة ان مصر بلد امن، وتنسف ان مصر فيها حكومة، وتنسف كل حاجة من كده. دبروا الحكاية وقتلوا الراجل بالفعل، او حاولوا يقتلوا الراجل بالفعل، او المخطط كامل بالفعل في جزيرة الزمالك، اللي هو الفيلم اللي خد كلمة جريمة في الحي الهادئ. كيف أمكن للراجل ده ضابط واحد، كونستابل واحد بس، لكن شوف البطولة وشوف العظمة بتاع البوليس المصري في ذلك الوقت، وده مش متخرج من الكلية، محمد الأمين. الكونستابل محمد الأمين ده كان هو بالموتوسيكل بتاعه قبل نادي الجزيرة، يعني عند حديقة الزهرية، وهو عند حديقة الزهرية سمع ضرب النار. ضرب النار كان عند نادي الضباط اللي في الزمالك، اللي في الزمالك البحرية. طريقة ضرب النار أوحت ليه بخبرته وبفهمه إن دي جريمة اغتيال. إزاي؟ يعني ضرب نار منظم محدد، ضربتين ورا بعض، مش واحد بقى طالع في مولد ولا في فرح تك 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 تك، لا ده هو ضربتين 3 وخلاص نفذ غرضه. وبمنتهى يعني السمع نفس الصوت. في فرق بين انك تسمع صوت في مولد وصوت في فرح وصوت في طهور وصوت في قتل حقيقي. فما كان منه الا ان قفز على الموتوسيكل بتاعه البخاريه، الدراجه البخاريه بتاعته، ومسح الزمالك في دقيقه واحده. لمح اللي بيجرم، جري وراهم من حي لحي، وهو متعلق بيهم لغايه ما قبض عليهم، وقبض على اليهود الصهاينه او الناس الارهابيين اللي عملوا ده، ورفع اولا انقذ الامن القومي المصري من ان التهمه كانت هتوجه لمصر. جاب المجرم الحقيقي، ادى كريدت عالي جدا لليقظه اللي كان ممكن نقعد ندور على الطرف الثالث ده ساعتها
ومش قادرين طب نعرف. الحاج الكونستابل ده كان اسمه ايه؟ محمد الامين عبد الله. هقول لك محمد أضيف الأمين. حاجه الحاج أضيف حاجه. الكونستابل عارف محمد مين الأمين عبد المجرم الله؟ الحقيقي اللي طلع في مين؟ ده؟ اسحاق شامير رئيس الوزراء اللي بعد الاسرائيلي. كده ده كان رئيس العصابه دي. اسحاق شامير كان كان رئيس رئيس عصابه العصابة. شتير، واللي اتقتل اللورد موين ده كان الوزير المفوض المقيم، وزير المستعمرات المقيم. المستعمرات إسحاق شامير. اسحاق كان شامير رئيس هو اللي العصابة كان اللي رئيس فيها العصابه، وحكم عليه غيابيا بالاعدام، لكن طبعا هرب على جنوب افريقيا، وبعد كده يعني هرب على فرنسا ثم جنوب افريقيا. لكن بعدما إسرائيل. انشئت الكلام ده سنه 46، بعدما انشئت دوله الكيان ابتدى يعني قبل انشاء اسرائيل قبل كانوا إنشاء بيمهدوا انه وبالمناسبه الكونستابل ده نفسه هو اللي قام بالدور في السينما في فيلم جريمه في الفيلم الحي. جريمة في الحي. هو نفسه اللي استعانوا بيه محمد ومثل الأمين. الدور بتاعه. فانا بحكي القصه دي ليه؟ كلنا عارفينها وشفناها، لكن انا بحكيها بالتفصيل اللي هو الآلية بتاعت الأمن. جيبوا لنا لقطة للأستاذ الأمين من جريمة في الحي الهادئ عندنا في التمايز المكتب. اللي ضدها تتميز الأشياء. شوف أمين إزاي صاحي ما شافش الجريمة، لكن سمعها على بعد 3 كيلو وسارع بدراجته وقدر إن هو يحدد ويجري وراهم ويعدوا كبرى بالعلا لغاية وما يسيبهمش، لغايه ما يمسك 2 مش 1. طيب ما يعني اذا الامن المصري، تراث الامن المصري في هذه الدوله اللي حضرتها 7000 سنه مش محتاج لسه ان احنا نقول كوادر وخبرات وتاريخ المجد موجود والتاريخ موجود، لكن لابد من توجيهه لمصلحه هذه الامه ولمصلحه هذا الشعب. بس حضرتك دلوقتي عشان يقولوا ما نخوفش الناس وما نقلقش الناس، بيقول لما بتحصل حادثه من دول للاستاذ اسامه للدكتور ابو الفتوح يقول لك ده ناس عربيه خبطت في عربيه. طيب الراجل ده الراجل يا عيني الاستاذ حسن البرنس قال انا معلش كاتبين على السواق اللي خبطه وهرب بالعربيه نص صفحه في الجورنال أسرة السواق. يعني ازاي السواق ضحيه الاعلام الوحش اللي قاعد اختلق قصص والموضوع كله حادثه، ما حادثه برضه غلط يعني، حادثه هنسقف له يعني والتزامن والتوقيت. فطيب صدفه ده وصدفه ده وصدفه ده، لكن انا مش قادره استوعب ان كم العنف اللي بيحصل. السلسله السبحه بتاع الصدف، يعني سبحه الصدف، سبحه صدف، في سبحه صدف دلوقتي بتقلق الناس، فلا نستطيع ده بدون ما فيش ما بتتفرضش السبحه حتى دي. يعني استاذ اسامه نفسه بيقول انا مش قادر احكم دي كانت صدفه ولا لا، لكن بالعقل كده في ارتباط شرطي، انت بتقول كذا بتكتب كذا بتهاجم كذا بتهاجم فلان، يبقى النتيجه الحتميه انك هيحصل لك كذا. وخصوصا في الفتره الاخيره، وكان في محاكمات الاسبوع اللي فات، يعني انا برضو مش عارفه، ما حدش بيبص للسياق منذ قامت الثوره وحتى الان. في سياق للاشياء، كلما كان توجه يقولوا هيتهموا فلان الاسبوع ده فيتهموه، قوموا يجيبوه لنا يعلنوا يوم الاربع انه هيمسكوه يوم الخميس علشان الناس تهدى، ولما يطلعوا يوم الجمعه بتاع. فابتدينا نشوف كل اللي دخلوا ترى بالتقسيط كده برضو سبحت، يعني كانوا بينقطوهم واحد واحد في ترى. كان كلما يعني يذكر اسم شخص هيدخل كلما تحدث مصيبه بعدها او قبلها. يعني ارتباط شرطي ما بين الحوادث، زي ما يكون هتعملوا كده هنعاقبكم كده، هتعملوا كده هنعاقبكم كده، وما زلنا عايشين هذا النسق ومحدش منتبه ليه يا جماعه. العنف السياسي، هل نقدر نقول ان آلية العنف السياسي او توظيف آلية العنف السياسي دلوقتي هنراه من اجل تحقيق مآرب سياسية او تحويل المشهد السياسي في اتجاه اخر تماما؟ تحويل مسارات، يعني مش تحويل المشهد كله، تحويل المسار، تحويل مسارات. يعني هو المقصود تحويل مسار الثورة، مش مسار الثورة بس، وممكن قوي انه يبقى في جماعة وطنية وتحول مسار الثورة المضادة. ما هو الثورة المضادة يعني اذا كانت بتعمل ده يبقى لابد ان هيلجأ ناس يحولوا مسار الثورة المضادة بنفس الاسلوب اللي بتلجأ اليه. ما اعتقدش، لانه الثوره قامت ثوره سلميه، أيوة. وقامت ثوره بلا قياده، وقامت ثوره شبابيه فيها كل الحيويه والاندفاع الجميل بتاع الشباب، مش العنف. لكن التانيين دول لا معلش، عندهم الفلوس، عندهم الاموال، عندهم التخطيط، عندهم البلطجيه، عندهم جيش الشرطه السابق
موازي. الموازي يعني عندهم اليات يقدروا يشتغلوا بيها. طبعا. الثوار ما عندهمش. طبعا. لا ما هو شوفي، واحنا هنحولها عنف دموي. لا ما هو شوفي، هو المساله مش هيبقى الثوار اللي بيعملهم، هيتعمل اعمال تنسب الى الثوار. وهل ده تاريخيا ورد. ده اللي حصل اغتيال السير ستاك في سنه 24 18 11 24 كان كده، انه الحزب الوطني اغتال ناس والوفد بريء لكن لبست في الوفد، فحكومه الوفد اللي وقعت. اغتيال اسماعيل زهدي واغتيال حسن باشا في اللي هم على جريده السياسه من الاحرار الدستوريين نسبت الى الوفد، بينما ما عملهاش الوفد. فاذا في جماعات صغيره تستطيع ان هي تعمل اعمال تحرج الجماعات الكبيره، وفي جماعات غير سائره تقدر انها تعمل جماعات تحرج الجماعات السائره.